فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان السبيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذا حكم البكر. إذا زنت البكر أو زنى البكر، البكر يطلق على الذكر والأنثى، يقال امرأة بكر ورجل بكر. فالبكر إذا زنى أو زنت فالحكم جلد 100 وتغريب عام، أي يطرد من البلد لمدة سنة، تغريب عام. وأكثر أهل العلم على أن التغريب خاص بالرجال، وأن النساء لا تغرب، النساء لا تغرب، وإنما التغريب خاص بالرجال، يطرد من البلد لمدة سنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجلد نسخ، لم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم لأنه عقوبة أكبر من الجلد، فنقل عنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم زوجة المؤجر لما زنت مع العسيف، قال: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له اجلدها ثم ارجمها. وكذلك ماعز بن مالك الأسلمي لما وقع منه الزنا واعترف، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ولم ينقل أنه جلده. وكذلك الغامدية، المرأة الغامدية لما زنت كذلك النبي أمر برجمها صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمر بجلدها. فقالوا إذن الرجم يكفي، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجلد ويرجم على ظاهر الحديث، واستدل بما اشتهر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بامرأة قد زنت في زمنه رضي الله عنه، أي خلافته، فأمر بجلدها 100، ثم لما انتهى الجلد قال: الآن نرجمها. فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، لأن القرآن يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال: جلدتها بكتاب الله، أي الحكم جاء من كتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم.